اختي باقي ما صوبتي العسل، مرحبا بك عندي. تشوفي الطريقه وتشوفي الطريقه من الاول حتى للتالي تاع العسل. شوفوا كي كتجي يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. العسل تاع المعسلات. اللي باقي ما صوبت العسل تدخل عندي وتشوف الطريقه باش نصوبوا العسل، يعني شهر رمضان على الابواب باش نصوبوا المعسلات ديالنا. وانتظروا الفيديوهات اللي جايين ان شاء الله. غادي نديروا معكم معسلات رمضان، نعطيكم الافكار وتبعوا الفيديو من الاول حتى للتالي. المهم نخليكم مع الفيديو. صباح النور، كي صبحتوا لاباس عليكم مزيانين؟ المهم فيديو جديد ونهار جديد. المهم شهر رمضان، المهم عواشركم مبروكه. اولا قبل كل شيء عواشركم مبروكه، الله يدخلوا علينا بالصحه والهنا باش تمنينا ان شاء الله يا ربي. المهم شهر رمضان تقريبا على الابواب. اللي باقي ما صوبتش العسل تبع الفيديو من حتى للتالي. المهم حنا كنوريو الوصفات ديالنا للمبتدئات اللي كتعرف. المهم المبتدئات اللي كانوا بداو يبغوا يتعلموا شي حاجه نتاع الحلويات تاع الطبخ وكلشي، كنشاركوا معاهم الفيديوهات ديالنا. المهم غادي ندير معكم العسل اليوم باش نصوبوا معكم الشباكيه. المهم العسل غادي نديرو معكم بكاب السكر. انا بالسكر فيه 2 كيلو. المهم غادي تشوفوا الطريقه ديالي من الاول حتى للتالي. وما تنساوناش الخوت بغيت نسيو الفيديو، ما تنساوناش نسيو الفيديو فضلا وليس امرا. اللي ما اشتركش يشترك. هذا هو السكر ديالي. المهم غادي نوريكم واحد الطريقه باش نسهلوا، لحقاش الا درنا كاين اللي باغيه ديروا هكا هذه كوكوت. المهم كوكوت تكون شويه ثقيله. اللي باغيه دير هذه الطريقه، هذه الطريقه كتشد شويه الوقت، يعني ديري قرب السكر كامل في كوكوت ولا اي اناء يكون ثقيل، تكبوا عليه الماء. المهم الماء عندي هي طرون تاع الماء. غادي نقول لكم المقادير ونشرح لكم. المهم 2 كيلو تاع السكر. غادي نحتاجو حامضه هكا، درتها شرائح هكا، والقرفه عواد راني غسلتها، ويترو نتاع الماء. المهم خواتاتي اللي باغيه دير هاد الطريقه كتشد شويه د الوقت، يعني ديري قرب السكر وتكبي عليه الماء وتخليه حتى يذوب. المهم نخليو السكر ديالنا حتى يذوب، عادو نديروه فوق النار. وانا غادي نهرس معكم السكر. انا نختصر شويه، غادي نهرس معكم السكر من الاغلبيه تاع الخواتات راه ما يعرفوش يهرسوا السكر. المهم انا غادي نهرس السكر وسمحوا لي على الازعاج. السكر غادي نفوتوه هكا كامل، نديرو صغار باش دغيا يتوب لي باش نسربيو الفيديو ديالنا. ديو الفكره اللي ما تعرفش تهرس السكر، ديو الفكره نتاع العسل. غادي نكفي معكم هذا الشيء باش ما يجيش الفيديو طويل. المهم نهرس السكر ديالي كامل ونرجع لكم. المهم خواتاتي هذا هو السكر ديالي، هرستو كامل، درتو هكا صغير وغادي نديرو في هذا الاناء. نشوفو الخوت رانا دايراتو هنا. المهم رانا دايراتو في كوكوت، وهنا عندي كما قلت لكم هي طرون تاع الماء. غادي نديرو الفوق نكبو هكا على هذا الشكل، نكبو كامل وغادي نخليه واحد شويه حتى يذوب له السكر، عاد نديرو فوق النار. المهم غادي نخليه حسب ربع ساعه نص ساعه، وباش نرجع لكم نكمل معكم الوصفه حتى يذوب له السكر. وشوفوا خواتاتي شفتوا راه كيذوب. كنحركو غير بهذا الشكل، ما ندير لا معلقه لا والو، كندير له غير هكا كيذوب. شوف راه دايب تقريبا، شفتوا ملي كتهرسو كيذوب دغيا.
المهم خواتاتي السكر ديالي راه دايب، السكر راه دايب، ها هو السكر راه داب. غادي نديرو فوق النار حتى يغلالي. المهم ندير الكوكوط ديالي فوق النار حتى يغلالي الماء، عاد نلوح، عاد ندير الحامض والقرفه ونسد عليه. المهم انا كندير حتى يغلى، عاد كندير الحامض والقرفه وكنسد الكوكوط ديالي ونحسب 45 دقيقه حتى لساعه نتاع الطياب نتاع العسل. المهم تبعوا معايا وغادي تشوفوا الطريقه. المهم خوت راني دايرتها فوق النار، انا دايرتها فوق النار. شوفوا ها هو الماء اغلى، الماء راه غلى، وغادي ندير الحامض ديالي. المهم حتى دابا السكر ودرتها فوق النار، عاد نرمي الحامض وندير القرفه وغادي نسد عليها. غادي نسد عليها وغادي نقص النار، غادي ندير النار مهيله ونخليها 45 دقيقه ونحل عليها. الا كان خاصه نزيد لها ساعه، المهم 45 دقيقه حتى لساعه. المهم خوتي راني طفيت عليها، يعني شميت ريحه العسل يعني طايبه. المهم درت لها 45 دقيقه، ساعه قل ربع. نحلوها معكم. شتو مين تحلو هنايا دغيا نهزو باش هذاك الماء ما يولي لكمش. المهم شوفوا القوام، شوفوا شتو. المهم باش تعرفوا العسل ديالكم طيب، تشوفوه هنايا في الحامض. نتمنى تكون التصويره واضحه. واحد الدقيقه. المهم ها شوفوا الحامض ديالي، ما غاديش نزيد لها الطياب. شوفوا الحامض ديالي تحمر كامل، الحامض راه تحمر. المهم هنا غادي نخليها غادي تبرد وتعطي لي القوام ديالها العسل حتى تبرد. المهم ها هي حمراء تبارك الله ما شاء الله. نخليها تبرد وغادي المهم راني درت لها يعني ساعه قل ربع، 45 دقيقه من ملي سديت عليها. ويعني وكنت ديجا سخنت، يعني هذيك 10 دقائق ولا يعني ما يسخن لي الماء وكلشي راه. المهم تقريبا توصلكم حتى لساعه. المهم هذا هو القوام ديالها، شوفوا. المهم غادي نخليها تبرد ومن بعد نولي نرجع لكم نوري لكم القوام. المهم هذه هي النتيجه نتاع العسل ديالي من بعد ما بردت. المهم خواتاتي خليوها تبرد. شوفوا النتيجه اللي عطات. شوف هذه هي النتيجه، يعني درتها في الصباح وخليتها بردت واحد 2 سوايع. وها شوف العسل خص تكون هكا. وما تنساونيش اللي وصل معايا حتى لهنا ما ينسانيش بواحد البصيمه، واحد البصيمه فضلا وليس امرا. جزاكم الله خيرا. واللي ما اشتركش يشترك. المهم هنايا وانتظروا المعسلات. غادي ندير معكم المعسلات تاع رمضان، نعطيكم افكار اللي باغيه دير شي حاجه في هذا رمضان. المهم الانسان بحال يوجد الحوايج ديالو تاع رمضان. والى فيديو لاحق ان شاء الله. مع السلامه.